في حياتنا بعض الناس بيكونوا مصدر طاقة وبعضهم مصدر استنزاف. هل تعرف تميز بينهم؟ هل تعرف تحمي نفسك بدون شعور بالذنب؟ خد نفس عميق، لأن اللي هنتكلم عليه دلوقتي ممكن يغير طريقة تعاملك مع علاقاتك. يا أهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من بودكاست بين السطور. أنا ريان، واليوم باش نحكيه على موضوع حساس شوية ومهم جدا: العلاقات السامة. كلنا تقريبا مرينا بتجربة خلتنا نحس إنه في شخص بيستهلك طاقتنا، بيضغطنا أو حتى بيخلينا نشك في نفسنا. والأصعب إن العلاقة السامة مش دايما واضحة. ساعات الشخص ده يكون أقرب الناس ليك، صديق، شريك، زميل شغل، أو حتى فرد من العيلة. لكن السؤال الحقيقي هو إزاي نعرف إن العلاقة دي سامة، وإزاي نتعامل معاها من غير ما نخسر نفسنا. بصراحة أنا شخصيا مريت بحاجة شبه كده. كانت عندي صداقة سنين طويلة. في الأول كنت شايفها علاقة قوية، لكن مع الوقت بدأت أحس إن كل مرة نتكلم أخرج حاسس بتعب نفسي غريب. هو دايما بيشتكي، بينتقد، ولو حصلت لي حاجة حلوة يقول بس مش مستاهلة. كنت دايما بحاول أبرر تصرفاته، يمكن هو مضغوط، يمكن مش قصده. بس في يوم وقفت مع نفسي وقلت لا، في حاجة غلط. العلاقات اللي بتتعبك أكتر ما بتريحك مش لازم تكمل فيها. ومن اللحظة دي بدأت أتعلم يعني إيه حدود. كلمة صغيرة بس غيرت لي حياتي. في شوية علامات لو لاحظتها لازم توقف وتراجع نفسك. لما تتكلم مع الشخص ده تحس دايما إنك مرهق نفسيا بعد الكلام. لما تحكي له على حاجة حلوة يرد بسخرية أو يقلل منها. لما تغلط يخليك تحس إنك أسوأ إنسان في الدنيا. ولما تحتاج دعم تلاقي نفسك لوحدك. العلاقة دايما فيها ميزان مائل. أنت بتدي أكتر بكتير من اللي بتاخده. والأخطر لما تبدأ تشك في قيمتك أو نفسك بسبب وجود الشخص ده في حياتك. والحاجات دي موجودة، يبقى محتاج تسأل نفسك: هل العلاقة دي بتضيف لي ولا بتستهلكني؟ مش كل الناس السامة شبه بعض. خلينا نفصل بينهم شوية. عندنا 5 أنواع ناس سامة. أول نوع الناقد الدائم. مفيش حاجة تعجبه، دايما عنده تعليق سلبي على لبسك، شغلك، أو حتى طريقتك في الكلام. هو يحس إنه بيساعد، بس في الحقيقة بيكسر ثقتك بنفسك. التاني هو الدرامي. كل حاجة عنده أزمة، وكل يوم قصة مأساوية جديدة، وانت تتحول تدريجيا لمسعف نفسي طول الوقت. ثالثا المسيطر. عايز يتحكم فيك، في قراراتك، في مين تشوف ومين ما تشوفش. يستخدم الحب أو الذنب كسلاح. رابعا الضحية الأبدية. مهما عملت عشانه ما بيفتكرش غير اللي ما عملتوش. يلعب دور المظلوم دايما عشان يخليك تحس بالذنب. خامسا المنافس المتخفي. يبان انه يفرح لك، لكن اول ما يحصل لك نجاح يغير الموضوع او يستهين بيه. عندنا 6 خطوات عملية للتعامل مع العلاقات السامة. أول خطوة: اعترف بالحقيقة. ما تكملش في الإنكار. لما تحس إن العلاقة دي بتأذيك قول لنفسك بصراحة: أنا في علاقة سامة. ثانيا حط حدود. مثلا تقول: ما ينفعش تتكلم معايا بالطريقة دي، أو مش متاح أتكلم دلوقتي. الحدود دي مش أسوأ، بالعكس هي احترام لنفسك. ثالث خطوة: قلل التواصل بالتدريج. ما تحاولش تقطع فجأة، خصوصا لو الشخص قريب أو زميل شغل. ابدأ قلل الكلام، الردود، والمشاركة في التفاصيل اليومية.
رابعا، اهتم بنفسك وبطاقتك. اقعد مع الناس الإيجابيين، مارس أنشطة بتحبها، خد وقت راحة من السوشيال ميديا لو محتاج. خامسا، اتكلم مع حد تثق فيه، صديق قريب أو حتى مختص نفسي يساعدك تشوف الصورة بوضوح. سادسا، في بعض الحالات انهي العلاقة، ده أصعب قرار خصوصا لو بينك وبين الشخص حب أو عشرة، بس صدقني في علاقات نهايتها بداية راحة حقيقية. كان عندي صديق طول الوقت بيشتكي من شغله، من حياته، من الناس. كنت أسمع وأحاول أهون عليه، لكن ولا مرة سمعني لما كنت أنا محتاج أتكلم. قررت أبدأ أدي نفسي مساحة وأرد لما أكون جاهز. بعد كم أسبوع لاحظت إنه مزاجي بقى أحسن ونومي ارتاح، وبقيت أركز على أهدافي من غير ما أحس بالذنب. ساعات الحل مش في المواجهة، الحل في المسافة. هل في حد في حياتك بتحس إنه بيستهلك طاقتك أكتر ما بيدعمك؟ لو قررت تبعد عنه، هل حسيت براحة ولا بالذنب؟ وشنو تعمل لو الشخص السام كان من العيلة؟ في النهاية التعامل مع العلاقات السامة مش ضعف ولا أسوأ، هو نضج. لأنك لما تختار تبعد عن حاجة بتأذيك، فأنت فعليا بتقرب من نفسك أكتر. تذكر دايما، اللي يحبك بجد مش هيأذيك عمدا، ومش هيخليك تشك في قيمتك. أنا ريان، وده كان بودكاست بين السطور. ما تنسوش تبعتولي تجاربكم مع العلاقات السامة، يمكن نشارك منها في الحلقات الجاية. خليكم بخير وبعيد عن أي طاقة سلبية. سلام.